السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة أيوشا هوم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة هنعمل مع بعض الأكلة الليبية الشهيرة جدا، أشهر أكلة في ليبيا والوطن العربي، ألا وهي المبكبكة الليبية. هنعمل النهاردة مع بعض المبكبكة الليبية بالفراخ. طبعا هي بتتعمل بكذا طريقة، ممكن تعملها بالفراخ وممكن تعملها باللحمة وممكن من غير وممكن بالخضار، أكلة أي حد في الدنيا. احنا النهاردة هنعملها بالطريقة الأصلية بتاعتها، لكن مع شوية افتكاسات مني لتعديل الطعم، ولكن أنا هعدل الطعم ده ليا أنا، لكن أنا هقولك على الأصل وانتي بشوقك اللي انت عايزاه اعمليه واللي يريحك واللي تستطعميه أحسن. ويلا بينا نشوف الطريقة. لكن قبل ما نشوف الطريقة، أنا آية رشاد. لو أول مرة تشوفوني ما تنسيش تعملولي اشتراك للقناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. يلا بينا. وزي ما قلتلكوا قبل كده، المبكبكة ممكن تتعمل باللحمة وممكن بالفراخ وممكن بالخضار وممكن من غير اي حاجة نهائي. ممكن تستخدموا عليها جزر وبسلة او اي خضار يريحكم. هي اكلة لاي حد وفي حلة واحدة، ودي ميزتها ان هي مش بتستهلك مننا مواعين خالص. عندنا هنا حلة على النار فيها زيت، هي اصلها بتتعمل بزيت زيتون لكن انا مش بحبه فهستخدم زيت عادي مش هتقول حاجة. عندي هنا بصلة كبيرة متقطعة صغير وهنشوحها شوية لحد ما تصفر في النار. يا دوبك بس تصفر، احنا مش عايزينها تاخد لون ولا حاجة. واول ما البصلة تصفر معانا هنزل عليها بمعلقة من التوم المفروم ونشوحهم مع بعض بس لحد ما نشم ريحة التوم بس. وهننزل عليهم بعد كده بالفراخ. انا استخدمت هنا صدور فراخ، زي ما انتوا شايفين متقطعة صغير خالص علشان تستوي بسرعة معايا، لان انا بصراحة ما كانش عندي وقت خالص وانا بطبخ، كنت في الوقت البدل الضايع فحبيت اقطعها صغير خالص ما تاخدش معايا وقت. لكن انتوا قطعوا براحتكم واللي يريحكم. عندنا هنا التوابل بتاعتها بسيطة جدا يا جماعة. هنستخدم معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من الكركم ومعلقة صغيرة من الريحان المجفف. انا ما بحبش الريحان فما حطيتوش، استخدمت مكانه كمون، لكن انت حطيه لو بتحبيه. وهنشوح كل الكلام الجميل ده مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. ريحتها تحفة تحفة قوي. الاكلة دي دايما بلجأ ليها لما اكون مش عارفة هعمل ايه او مستعجلة او مثلا مش عارفة هطبخ ايه النهاردة، فبتجه ليها على طول من غير تفكير. عندي هنا قرن فلفل رومي، ممكن تستخدمي الفلفل الرومي الاخضر زي ما انا استخدمت هنا او تستخدمي الاحمر المتوفر عندك والمتاح استعمليه. وعندي هنا قرن شطة صغير برضو مقطعاه معاه. وهنشوح كل الكلام ده مع الفراخ. هنا يا جماعة المبكبكة ما تنفعش ابدا من غير فلفل، هي طعمها فيه فلفل ولازم يكون فيها ريحة الفلفل، فاستخدموا زي ما قلت لكم فلفل اخضر فلفل احمر اللي موجود عندكم. هنشوحهم بقى مع بعض كده بس يا دوبك كل حاجة تاخد من بعضها كده. بعد كده هنزل عليهم بمعلقتين من معجون الطماطم وهنقلب لحد بس ما نشم ريحة الصلصة. بعد كده هنضيف عليهم عصير 4 حبات من الطماطم وهقلب، وبعدين هنزل عليهم بكوبايتين من المية السخنة. وبس كده هقلبهم مع بعض وهغطي عليهم لحد ما الفراخ تستوي معايا وتبقى تمام.
بس هنا خلاص كانت الفراخ استوت معايا وبقت تمام. هضيف عليها كوباية من المية السخنة، وبعد ما الفراخ تستوي هضيف بقى عليها الملح. كانت الفراخ استوت خلاص، فهضيف انا هنا معلقة من الملح. وكمان هضيف عليها بقى المكرونة، هضيف 400 جرام من المكرونة المقصوصة اللي هي حبتها بتكون صغيرة خالص. دي انسب مكرونة للمبكبكة. هنقلب مع بعض كده وهغطي عليها واسيبها تغلي، وكل شوية بقى هنفتح عليها نقلب ونزود علشان ما تلزقش مننا في الحلة من تحت، وكمان نزودها مية عشان تستوي. هنا خلاص انا كل شوية بفتح، كل شوية بقلب، كل شوية بزود. هنا زودتها اهوت حوالي نص كوباية من المية وبقلب تاني. طبعا هي مسمينها مبكبكة علشان خاطر ان هي بتعمل باك 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 كده. بحب الصوت بتاعها قوي. هنا هدوق بس عشان اشوف الملح معايا مظبوط ولا لا، لكن انا لقيتها محتاجة شوية ملح فحطيت نص معلقة كمان. لكن الملح ده اذواق يا جماعة، انا ما بحطش ملح كتير لان انا عندي الضغط، فمش بستعمل ملح كتير في الاكل. وهنزود كمان شوية مية وبس كده، هنغطي عليها بقى لحد ما تستوي. لكن ما ننساش التقليب علشان خاطر ما تلزقش. هنغطي عليها ونسيبها دقيقتين 3 كده تغلي مع بعضها وتتشرب. انا مش عايزاها تكون معجنة، انا عايزاها بس تكون مفلفلة. هي هنا خلاص كده تمام. كان الصوص بتاعها جميل، لكن انا الاولاد عندي مش بيحبوا ولا جوزي بيحب الصوص كتير كده، فانا هسيبها تنشف سيكة كمان. بس كده هي كانت تمام بالنسبة لي كده. سبتها دقيقتين كده لحد ما اتشربت شوية كمان وبقت تمام كده معايا. لكن انتوا لو حابين خلوها بالصوص زي ما انتوا كنتوا شايفينها في الاول، بتكون لذيذة برضو. ويلا بينا نغرف الحلاوة دي ونشوف وندوق الجمال. تحفة 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 جدا. المكرونة مفلفلة معانا، مش معجنة خالص ولا مش مستوية، حلوة جدا مظبوطة جدا، مستوية صح قوي. كمان الفراخ هنا كانت مستوية. شوفوا شوفوا الحلاوة، شوفوا الفلفل كمان فيها باين. تحفة جدا. انا كمان كنت حابة اوريكم ان القطع الفراخ كانت مستوية. طبعا قطع صغيرة خالص فاكيد اكيد مستوية. جربوها يا جماعة، تحفة بجد. وبالهنا والشفا للي هيجرب الوصفة. وما تنسوش تقولولي رأيكم تحت في الكومنتات، وتعملولي لايك لو عجبكم الفيديو، واشتركوا يا جماعة في القناة. انتوا ليه مش بتشتركوا؟ اشتركوا يا جماعة، مش هتخسروا حاجة. واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة من أيوشا هوم. في رعاية الله، مع السلامة.